والله العظيم يا شعب انتم عارفين انتوا رايحين على فين. هابي فالنتين ليك انت يا قمر الله. انا اتولدت في العراق من صغري وانا محبوس في البيت. النوع من ان انا يعني ايه ما انتشرش من الناس واسمع كلمه من هنا واسمع مؤدب زي ما قاعد في البيت ده اللي هو ما بتروح مدرسه عادي وبترجع. بروح المدرسه هو برجع عادي. ازيك اخبارك؟ ها عامل ايه؟ مالك مخستع كده؟ طول ما انا قاعد بتفرج على التلفزيون وخايفين عليا من الاختلاط مع الناس، فما شفتش الدنيا بره فيها ايه. فكان مسافه ما حد بس يبص لي او يقول لي كلمه وحشه تيجي عليا عيط. قلب امك. لما رفضوا حاجات كتير تبقى مع الناس ممكن، لان انا اصلا سنه 2006 في كاس الامم الافريقيه، ولو تعرفي وانكو كانوا بتاع نيجيريا رقم 4. انا من صغري انا بحب كانو، يعتبر من 5 ابتدائي، وكل اصحابي ما كانوش يدوروا على الكاس ده. فلما عرفت ان هو في كاس الامم الافريقيه هنا في مصر رحت له. نزلت صورتي في الجرايد لان انا حددت ناس كتير ان انا اوصل له ووصلت له. يا فرحة امك بيك يا اهلك اتضايقوا ان انت عملت كده؟ لا اهلي ما اتضايقوا، لا ده هم ما كانوش موافقين اصلا ان انا اروح له. مش هتقابله، هتروح له وتعمل ايه؟ ف يعني زي ماشي خلاص مش هروح. وجيت في يوم خدت شنطتي ورحت. كانوا مش عايز اقول لك، انا اول ما شفته بس وهو نازل من الباص قدامي انا كنت هعيط. راجل يا كوثر. اول بقى ما وقفت قدام اتكلمت معاه ما كملتش 4 كلمات على بعض، لقيته على طول خدني في حضنه وقعدني معاه في الاوتيل وبيبص لي. فضلت ماشي معاه في كل مكان، الجرايد وكل حته بتكتب الموضوع دوت، كانوا ينطقوا العربيه من اجل احمد. كلام كتير كتبته الجرايد المصري اليوم ومجله اذاعه وتلفزيون، مجلات كتير. الناس كلها تقول لي ما سافرتش معايا ليه؟ دراسة ايه اللي هتنفعك؟ دراسة ايه؟ انت لو كنت سافرت معاك كنت رجعت ما هربتش معاه ليه؟ وهكذا. ايه؟ ما هربتش معاه ليه؟ ما ينفعش. ما أثرت عليك أهلك؟ لا مش الفكرة. أنا كنت صغير وكان لازم موافقة الأهل. بدأت ازاي؟ يعني فجأة كده خلاص قلت لا أنا هغني ولا لا. قعدت مع حد فقال لك طب ما تغني؟ لا الفكرة إن أنا زي ما بقول لك أنا بسمع بقالي فترة كبيرة، فلما جيت بقى بسمع كتير فاللي كان بتخليني متردد عن الغنى أو كده إن أنا حرف الرضا عندي تقيل. رحت الدكتور ولا؟ رحت الدكتور مخاطبة ومشيت معاه، بس زي ما تقولي كده أنا كبريائي أو إن أنا حسيت إن ما ينفعش أقعد قدام أي حد يقول لي اعمل كذا ما كانش كذا. ليه؟ انت هتتعلم يعني هتتعلم. حسسني ان انا بتعلم من الكلام من اول وجديد، كلمات عاديه جدا. ده الصوت. لو في واحد دلوقتي او واحد غناه مش عاجبه او ان هو اي كلام، هل انت هتفكري بس انك تحبيه؟ لا ده انت مش هتتكلمي عليه خالص. انا يا جماعه عايز اعمل كل حاجه في الميوزك، مش عايز اسيب حاجه اللي معجباني. بغني حزين، بغني فرح في الفالنتاين، بغني هيب هوب في طريق حياتي، بغني روك في نيت ستريم، نزل اغنيه انجلش. I have two eyes and I can see. يعني أنا بشوف. يا حبيبي مرة معي مرة واحدة. ما سبتش حاجه لما غنيتها، بغني كلاسيك ما سبتش حاجه لما حطيتها. زعلانين مني ليه؟ بس انت حزين قوي يا احمد، يعني مش بس الاغنيه، انت الانترو بتاعك وانت بتتكلم قطعت قلبي يعني. السنه دي هي اللي عملت فيها الدنيا.
بيه بجد، نفسي الاقي الانسانه اللي هي تحس بيا. بس لسه يعني انت لما إنسانة تكبر كده. وتتخرج وتبقى في يعني حب تاني انت لسه يعني ده بجد. محدش بيتجرح قوي الا لما بيحب قوي. انا من كتر ما انجرحت، في ناس كتير بتقول لي يعني زي ما انت قلت كده من شويه بس بطريقه تانيه، انت اللي بتهيأ لنفسك انك انجرحت. انا عايز اقول لك انا اسباب اللي انا سبت فيها البنات اللي انا ارتبطت بيها بالنسبه لناس كتير اسباب تافهه 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 جدا. انا قعدت احب البنت 2.5 سنين وكنت بعشقها، سبتها عشان واحده صاحبتها قابلتها من غير ما تقول. بقول لك ايه، ما تنزليش لوحدك، انا هاجي اخدك. علاقة ده بالانسز الزرقاء. ما هقول لك انت بتتوهني. لا انا مش تايه. هقول لك ليه. ان انا بدات انجرح من حاجه اسمها حب خالص. عايز حد يبقى صادق معايا على طول. من هنا بدات ان انا شايف ان انا مجروح من كل الناس. عشان كده قررت ان انا ما بحبش تاني. قررت ان انا البس ناس. قررت ان انا اظهر للبنات ان انا اجمل شاب ممكن يشوفوه. البخار جاهز يا كبير. عشان ابقى فرحان وانا شايف بنتي دي بتبص عليا وهتموت وتكلمني وانا مش مريح. فين ايه؟ مفيش حاجه. جاتكوا نيله مالته البلد يا كو 60 نيله.